النهارده بقى يوم السوق، وده يوم ليه طقوس خاصة، لازم أصحى من بدري كده وأجهّز له، عشان طبعًا اليوم قصير ولازم أخلّص يعني شوية من الشغل اللي ورايا قبل ما أروح، مش هاقول لكم الشغل كلّه، لإن طبعًا الشغل ما بيخلصش. فخدت بقى كده أول حاجة نزلت عشان أعلف الطيور، وزي ما أنتم شايفين حبايبي لازم كده كل يوم الأيام دي ما أعرفش والله إيه اللي بيحصل، يعني الفراخ بسم الله ما شاء الله حلوة ما فيهاش أي حاجة، وأصحى الصبح ألاقي زي ما أنتم شايفين كده أرمي كل يوم فرخة. والله ده كده بيحصل، فالحمد لله على كل حال قدر الله ما شاء فعل. علفت بقى الفراخ بتاعتي ودخلت بقى هنا على الحمام، وتعالوا بقى كده ببشركم بشرة حلوة، والحمام بتاعنا باض بعد ما بقاله 3 شهور ما كانش باض ولا بيضة. كنت طلعته فوق السطح حبايبي، وكنت عامله له بقى عشه فوق كده، ونستنى بقى يبيض ما باتش ولا بيضة. نزلناه بقى تاني مكانه هنا، وطبعا عايزه بقى تطلعي الحمام او تغيري مكانه، لازم تغيري مكانه وهو زغليل عشان ياخد على المكان ويتأقلم مع المكان. وكمان بقى هنحضّر الغدا ده بعد ما رجعت من السوق، ده كده مقتطفات حبايبي من الفيديو عشان أعرّفكم هنعمل إيه، وطبعًا إيه اللي لازم لي جِبته، وأقلمت بقى الأكل إزاي كده مع بعضه. كان عندي حاجات وجِبت حاجات من السوق عشان أمشّي، يعني كل حاجة إن شاء الله هنعرفها مع بعض. بس صلّوا على النبي في التعليقات وقولوا ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، صلاةً تحسّن بها الأخلاق وتيسّر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم، صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الطلاق، واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. لايكاتكم حبايبي الحلوة وتعليقاتكم الجميلة، وتسلم ايديكم وعينيكم على كل حاجة حلوة بتعملوها. وهقول لكم برضو جبت كل حاجة من السوق ايه والاسعار ايه. تابعوني بس كده حبايبي وصلوا على النبي في التعليقات، ويلا عشان ندخل على فيديو النهارده كده بقلب جامد ونشوف هنعمل ايه. بعد ما علفت الطيور حبايبي طلعت بقى عشان احضر الفطار قبل ما اروح السوق، زي ما قلت لكم اليوم قصير جدا ولازم ان انا يعني بقى قلت كده ايه اللي ورايا واللي عايز اي حاجه مني اخلصها له الاول قبل ما اروح السوق. قلت برضو احضر الفطار هنا، كان جوزي قاعد في البيت وكان اولادي، قلت بقى ما ينفعش ان انا اروح وطبعا هم صاحيين في البيت من غير ما احضر فطار. دخلت بقى كده اول حاجه على المطبخ، كان عندي جبنه قريش وهنا قطعت طماطم، وطلعت بقى الزيتون كنت عاملاه معاكم جميل، والبطاطس اهيت برضو بدأت بيها الأول. طبعا بتبدأي أول حاجة بالحاجة اللي بتاخد وقت، فأول حاجة البطاطس. وبعد كده عملت بقى الفول وجبنة طعمية اهوت آخر حاجة بنجيبها، الفول والطعمية عشان كده انها سخنة كده زي ما انتم شايفين. فطرنا يا حبايبي ورحت السوق، طبعا صورت معاكم السوق كتير قبل كده، فقلت خلاص مش يعني ما خدتش معايا التليفون اصلا عشان ان انا اصور. تعالوا بقى كده يا حبايبي، الطماطم هنا الكيلو ب6 جنيه، يعني بسم الله ما شاء الله من 20 جنيه و30 جنيه للطماطم ب6 جنيه. وجبت كمان جزر كيلو ونص ب10. جبت نوعين، نوع صغير عشان ده كده الأكل بيبقى صغير كده ما يوجعش أسناننا، والنوع التاني الكبير عشان لحمة مفرومة بقى سلطة أي حاجة انتي عايزة تعمليها للجزر المبشور ده. وكمان برضو هخلل منه. البطاطس بقى الصغيرة ديت جبتها كيلو ونص ب5 جنيه. أما الخيار الكيلو ب10 جنيه. البتنجان كيلو ونص ب10، بتنجان للمحشي جبته أسمر وجبت أبيض بكيلو ونص ب10. أما بقى السمك دوت في نوع ب55 ونوع ب40. جبت بقى بسم الله ما شاء الله منه كمية كده، قلت عينها في الفريزر تكون متبلة. طبعا تضغطي على السمكة كده وانت بتشتريها، لو صباعك معلمش فيها يبقى انت كده السمكة بتاعتك طازة. وجبت بقى البسلة برضو الكيلو ب20 جنيه. أما بقى البرتقان الكيلو ب10 جنيه، والليمون الكيلو ب20 جنيه. دخلت بقى كده بعد ما جيت على طول دخلت بقى على المطبخ، قلت لكم اليوم دوت بيبقى يوم كده يعني ليه طقوس خاصة كده، او يعني يعني لازم ان احنا نكون مجهزين له. كنت مطلعه فرخه من الفريزر قبل ما امشي، وحطها كده بنقعاها في ملح وليمون وحبايه طماطم بتشيل برضو الزفور. ده كده الفرخه ديت كنت محضراها قبل ما اروح السوق. ورجعت بقى جبت البطاطس الرفيعه ديت عشان برضو قلت اعملها برضو على الغدا. نقعتها بقى في شويه ميه عشان الطينه بتاعتها تروح على طول، وبعد كده غسلتها واحده واحده، واخدت بقى الفرخة على النار زي ما انتم شايفين كده، والبطاطس برضو عشان اسلقها. ليه بقى هسلق البطاطس؟ هتشوفوا كل حاجة بعد يعني. هنعين بقى كده الاول حاجة حبايبي الطماطم اهي، جبت بقى هنا مشنة كانت عندي قلت احطها كده كأنها مصفى، يعني عشان لو في حباية طرية ولا حاجة او في اي مية نزلت من الطماطم تبقى ما تكونش يعني ثابتة في الحاجة اللي انا احطها فيه. تحطي في مصفى تحطي في مشنة زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله بقى اللي عايزه تجيب دلوقتي تجيب عشان تخزن الطماطم، يعني هاتي بقى كده وخزني عشان شهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين. الفلفل حبايبي كان الكيلو ب20 جنيه.
طبعًا زي ما قُلت لكم باروح السوق ده كل أسبوع، كل أسبوعين، كل شهر ما في يعني مش ما في يعني ما باحبش كده إن أنا أروح السوق كل يوم، ده لأ بيعطّلني، مشوار برّه ده بيعطّلني عن البيت وشغل البيت، فأنا باروح كل يعني كل فترة كده إن أنا باروح السوق. عملت بقى البطاطس ليه يا حبايبي عشان كان عندي مكرونة أهيّة، مكرونة سباكيتي وكانت في التلاجة، كنت عاملاها قبلها بيوم، فلو ركنتها كمان يوم مش هينفع إن إحنا ناكلها، لإن طبعًا بتطلّعي الحاجة تسخّنيها، ما دام اتسخّنت مرّة خلاص بقى ما ينفعش إن إحنا نيجي عليها تاني أو خلاص طعمها بيتغيّر، فكانت لسه بقى طازة كده ولسه حلوة يعني قبلها بيوم، فكانت حلوة لسه، بما إن الجو برد فكانت في التلاجة يعني زي ما أنتم شايفين كده. طلّعتها بقى أهيّة حبايبي هاسخّنها، وأدي البطاطس الصغيرة اللي أنا يعني كيلو ونُص ب5 يعني قُلت والله يا بلاش، جِبت منّهم أهوّة زي ما أنتم شايفين حبايبي، وأنا باعمل كده كان أولادي بيحسبوها زلابية، يا ماما أنتِ بتحمّري زلابية؟ قُلت لهم آه، وبدأنا نضحك وكده، وطبعًا هُم عارفين يعني أنا جايبة بطاطس، وأدي الفرخة يا حبايبي أهيّة هاحمّرها، وأدي البطاطس عملت بقى شوية سلطة وحطيت عليهم معلقة زيت زيتون وشوية كمون كده وشوية الملح وعصرة ليمونة، وتاكلي بقى أحلى سلطة. اللي وصل معايا لحد هنا صلّوا على النبي وما تنسوش اللايك حبايبي، وآدي بقى أحلى غدوة على طول بُصّوا ما خدتش معايا نُص ساعة بعد ما رجعت من السوق كنت مخلّصاها على طول ليه؟ لإن طبعًا حبايبي أنت عندِك مكرونة لو عملت سمك هترمي المكرونة، لو عملت حاجة فيها رز محشي هترمي المكرونة، طب ليه نستغل بقى الكيلو يعني الكيلو ب25 جنيه دلوقتي، فلازم إحنا يعني عندِك الحاجة نسّقي بقى كده أكلِك الحاجة اللي تنفع معاها والحاجة اللي تمشي مع الأكل اللي هو عندِك. زي ما قُلت لكم يعني عندي مكرونة مش هينفع بقى أعمل سمك، لأ يبقى كده هنعمل رز وهنستغنى عن المكرونة، قُلت لأ جِبت البطاطس ده وأنا في السوق علشان كده، وكنت مطلّعة الفرخة يعني عشان برضه قُلت أمشّي مع المكرونة، بعد كده يا حبايبي جِبت بقى السمك كنت خلاص هلكت من التعب، وكنت يعني مش عايزة أقول لكم ما كنتش قادرة خالص، جِبته بقى كده فرشت فرشة كبيرة كده وأنا قاعدة، وخدته أهو حبايبي عشان أعمل بقى السمك ده كده بسم الله ما شاء الله دول 5 كيلو. زي ما قُلت لكم في كيلو ب55 وفي كيلو ب40 جِبت بقى تشكيلة من ده ومن ده، قُلت الكبير شوية يعني هانضّفه كده للقليّة، أمّا الصغير هاسيبه بقى للشواية، كنت زي ما جِبت بقى المقص أهوّة، وكنت باشيل بقى حبايبي، وطبعًا زي ما قُلت لكم لمّا تضغطي بصباعِك كده في السمكة وأنتِ لسه بتشتريها، صباعِك ما دخلش كده وعلّم، يبقى السمكة دي طازة وحلوة، أمّا صباعِك لو علّم فيها ولقيتيه باين فيها، اوعي تشتري السمكة دي بتبقى بايتة أو متلجة فكين التلج منها وبعد كده روحي وبيعوها. السمك طبعًا لازم حبايبي تشتريه يكون طازة وتضبّطيه عندِك كده طبعًا هاعمل كمية ليه، ما اروحش السوق كل يوم، وهاملّحه يعني هاعمل له بقى التتبيلة بتاعته الحلوة كده، وهاسيبه في التلاجة يوم، طبعًا هنعرف كل حاجة كده وإحنا شغالين مش عايزة إن أنا يعني أسبق الأحداث. طبعًا حبيبي ما كنتش قادرة أقعد خالص، وبرضه هاخلّيه زي الفل وزي الورد، وطبعًا كده لإن طبعًا صحتي مش هتتعوّض لمّا أدام واقفة كده السوق خَد منّي كام ساعة على رجليّا، وكنت زي ما قُلت لكم قبل ما أمشي برضه ما كنتش قعدت، ولمّا رجعت برضه ما قعدتش، وده كده كنت خلاص يعني داخلة على أذان المغرب، وطبعًا أول ما جيت حطيته الأول على رف التلاجة زي ما هو بالأكياس بتاعته بالشنط بتاعته كده عشان على حاجة الصينية دي اللي أنتم شايفينها دي كان عليها السمك في التلاجة. وطبعًا بعد كده خلّصت بقى اللي ورايا وارتحت بقى كده شوية، وجِبت بقى السمك عشان أنضّفه، في نفس اليوم ما ينفعش بقى إن إحنا نسيبه على الشبكة ويكون لسه ما اتنضّفش. قُلت بقى أعمل على قد ما أقدر كده وأنا قاعدة، وبعد كده هاقوم برضه على الحوض وهنكمّل بقى تنضيف زي ما قُلت لكم هاخلّيه فُل الفُل. طبعًا استنهزت فرصة ما كانش حد قاعد معايا في البيت، لإن طبعًا ما ينفعش إن أنا أعمل كده ويكون زوجك موجود أو أولادِك موجودين، طبعًا هيشمئزوا من ريحة السمك برضه وبطن السمك، فقُلت بقى فرصة إن أنا أقعد بقى كده وأتسلى مع نفسي وأعمل الحاجة اللي أنا عايزاها، وبعد كده هاشيل بقى الفرشة وأنضّف المكان وأرُش المُعطِّر خلاص بقى يبقى ما فيش أي حاجة، دخلت بقى كده هنا حبايبي على المطبخ وقلبت السمك تاني وهاغسله بقى واحدة، واحدة، ده كده السمك اللي هو هاشويه، طبعًا فتحته بس كده وشِلت البطن بتاعه، أمّا القشر اللي عليه لازم إن أنتِ تسيبي القشر اللي عليه عشان ده اللي هيشيل الردة لمّا نيجي نشويه، وطبعًا يعمل لِك طبقة بين السمك وبين لمّا يعني طبعًا لمّا بنشوي كإنِّك بتحرقيه، لو أنتِ شِلتِ القشر بتاعه يبقى أنتِ هتحرقي بقى كده يعني لحمة السمكة نفسها، فبنسيب بقى القشر ده عشان هو ده اللي هيشيل الردة بتاعته. ده كده السمك اللي أنا هاشويه، غسلته بقى أهو حبايبي،
وبرضه هقول لكم انا هقعه في ايه عشان يدنوا برضه كده حلو. ركنته على جنب وجبت بقى ادي السمك اللي انا نضفته عشان يتقلي. زي ما قلت لكم حبايبي واحده واحده، وهتشوفوا الميه بتاعته عامله ازاي. يعني خدته بقى كده عملته كانك كده غسلتيه فم الاول، بتغسلي الهدوم بقى اول فم، وبعد كده بتقومي بقى وتنضفيها تاني وتشطفيها مره واتنين وتلاته وعشرة. شايفين بقى ميته حبايبي؟ يعني ده كده اهوت بنضفه ده كده، وبرضه هغسله كمان كام مره. طبعا اهم حاجه النظافه عشان سمكك كده يدنه نضيف ويدنه ريحته حلوه كده لما تجيبيه تعمليه اي وقت. شايفين بقى يا حبيبي ده كده كام مره؟ يعني عدوا بقى كده كام مره غسلت السمك اهوت، يعني حوالي كده اكتر من 7 8 مرات، ان انا كل شويه اشيله واغسله تاني، اشيله واغسله تاني. وده طبعا اهم حاجه زي ما قلت لكم عشان تاكلي كده السمك بقى، وتاكلي اهم حاجه نظافه السمك قبل التتبيله بتاعته كمان. جبت بقى هنا ايه دقيق ذرة، عشان ده طبعا بيبقى احلى حاجه للطيور والاسماك برضو. حطي دقيق ذرة على الحاجات دي بتشيل اي زفور، تنقعي بقى فيها كده. وهنا برضو ليمون بحط برضو على السمك اللي هو يتشوي والسمك اللي انا هقليه. ملح برضو هنا وملح هنا، حبايه طماطم هنا وحبايه طماطم هنا. ده كده محلول جميل تاكلي بقى السمك كده وانت مطمن. لان طبعا ما ينفعش تعملي احلى تتبيله وسمك يبقى ريحته زفره او سمكك يبقى مش نظيف. طبعا حبايبي اوقات كده ممكن تدخلي اي بيت او تشمي ريحه زفاره كده وانت ماشيه في الشارع، ناس بتكون بتقلي السمك وتشمي ريحه زفاره مش ريحه سمك بيتقلي. ده طبعا بيبقى العيب في تنظيفه. فبعد كده حبيبي عملت بقى التتبيله اهوت، كنت هنا مقشره راسين توم، وحطيت عود كزبره، وادي معايا بقى فلفل احمر على فلفل اخضر، جايبه ده كله معايا من السوق. كمون بقى وكزبره وملح، ومعلقه بابريكا برضو. حط بقى شويه ملح كده حلوين، ومقادي شويه بابريكا بتخلي بقى لون برضو السمك كده حلو. وهاحط برضه ربع كوباية خل، ده ما جاتش فيه وانا باحطها، لكن كنت مجهزاها مع الحاجة، كنت مجهزاها معايا. يبقى قبل ما احط التتبيلة في الكبة كانت الخل كان على الرخام. هانعمه بقى يعني تنعيم ناعم جدًا، غسلته بقى وحطيته في مصفى، وباعصر برضه عليه ليمون تاني كده قبل ما اتبله. شايفين بقى السمكة يعني حاجة كده قشطة وحاجة عسل زي ما انتم شايفين حبايبي. التتبيله بقى كده هاحطها على السمك واخد بقى واحد واحد واتبله. طبعا ما عملتش فيه فتحات ليه؟ لان السمكه يا حبايبي السمكه ده وسط، ولا انها كبيره قوي ولا صغيره قوي، فمش محتاجه ان انا اعمل فيها هسيبه بقى على التلاجة، يعني هتبله كده واسيبه على التلاجة لحد الصبح. يعني زي ما قلت لكم انا كنت بنضفه كده المغرب، وهسيبه بقى اول ما اصحى الصبح هاخده بقى واحطه في اطباق، ويبقى عندي في الفريزر اي وقت اطلع منه يبقى متبل جاهز، بطلعه واسيبه لما يفك. وبعد كده بقى بحطه في الدقيق واحطه واقليه على طول. اي وقت بقى حد يجيلك ضيف عندك اي حاجه عايزه تعملي، يبقى انت برضو عندك سمك برضو، مش فراخ بس اللي احنا بنخزنها، بنخزن برضو السمك حبيبي زي ما انتم شايفين اهو، بس ما تطوليش عليه عشان يبقى طعمه حلو. بقول هسيبه على الشبكه ليه؟ ما ينفعش ان انا اخده دلوقتي واحطه في الفريزر، هو لسه طبعا ما تشربش من التتبيل، هيتلج على طول ويتجمد وهو لسه ما شربش من التتبيله. فباخده الاضمن ان انا برضو لو هتعملي فراخ برضو تتبليها تعملي كده، سيبيها على التلاجة على رف التلاجة يوم او كام ساعه، وبعد كده حطيها في الفريزر. قبل ما تتلج لازم تتشرب من التتبيل. جبت بقى حبيبي اهوت ادي الباركس بتاعي، حطيت بقى فيه السمك وعصرت بقى عليه ليمون تاني، وهحطه بقى في كيس اهوت. وزي ما قلت لكم هسيبه على رف التلاجة لحد الصبح، وبعد كده اطلعه واحطه في اطباق واغلفها برضو وارصها في الفريزر. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ يتاكل ني كده. طبعا اهم حاجه حبايبي نظافه الشيء قبل عمايله، الحاجه بتفتح النفس فعلا قبل ما تسويها كمان. اركنوا بقى حبايبي وتعالوا بقى سبت شويه من التتبيله عشان السمك المشوي، يبقى انا برضو يبقى عامله التتبيله دي كلها وما اعملش حساب السمك المشوي. ده كده برضه اهوت هياخد شويه من التتبيله، يعني طبعا انا لسه هدق توم تاني وبتاع، لا فهجهز برضو التتبيله بتاعتي واحطها برضو في الفريزر لما اجي اشوي يبقى حاجتي جاهزه معايا. دي بقيه التتبيله اهيت. هنزل بقى التتبيله كلها اهيت، مش عايزه اقول لكم بقى ريحتها
توم بكزبرة بفلفل حاجات كده وبالليمون، روايح كده جميل. طبعا هغسل بقى كده الكبة اهيت بشوية مية كده، وهحط شوية زيت، معلقتين زيت برضو، وهنا ادي الخل اللي ما جاش برضو مع السمك المقلي التتبيلة. هنظبط بقى الملح، هنا برضو هجيب حباية طماطم كده اقطعها قطع صغيرة عليه، ده السمك المشوي بقى يبقى ايه طعمه حلو، تدي بقى تسكيرة كده وتخليها مسكرة وجميل. وبرضو حبايبي هجيب جزرايه برضو ابشرها عليه، زي ما قلت لكم الجزر الكبير ده مش كبير قوي، يكون وسط كده عشان يبقى تعرفي تمسكيه كده وتبشريه على المبشره. جبت بقى المبشره بتاعتي اهيت، وهعمل جزرايه بقى كده اهيت، يبقى برضو عشان السمك المشوي الحاجات دي بتدي طعم للحاجه، سواء الطماطم او الجزر بتخليك بقى الحاجه بتاعتك مسكره كده وطعمها جميل. كده ظبطنا الملح وحطينا الزيت وزودنا ميه وخل، ده كده عشان لما نشوي السمك يبقى نطلعه نحطه في التتبيله الجميله دي على طول. وليمون برضو وهغطيه بقى كده حبايبي، وده كده هعينهم في الفريزر. فين بقى السمك المشوي هجيبه بقى عشان يبقى كده الحاجات ديت هعينها زي ما قلت لكم، هسيبه بقى يوم التتبيله والسمك المشوي هحطهم في الفريزر على طول. اما بقى السمك اللي هقليه هحطه يوم على رف التلاجة، وبعد كده هصبح ان شاء الله الصبح هحطه في اطباق واحفظه على طول في الفريزر، يبقى جاهز معايا لاي وقت احتاجه، يبقى عندي السمك اطلع منه واسيبه يفك، يبقى جاهز معايا اي وقت. في رعاية الله حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.